أشهر جمل للأب المصري: واحد، يا خسارة الفلوس والدروس والمروح والمجي. لا، هي جملة بتتقال كده على بعضها، بتتقال وقت ما بيلاقيك بتعمل أي حاجة غير المذاكرة، عشان طبعا هو في سنك كان بياكل الكتب أكل. أنا الحقيقة مش فاهم الهواية بتاعت أكل الكتب دي، بس ماشي. اتنين، قوم اعمل لي شاي. دي بقى الجملة الرسمية للأب المصري، وكأنه أول ما بيشوف وشك بيلاقيه مرسوم عليه كوباية شاي، فبيفتكر الشاي. وأحيانا بيستخدمها الابن عشان يرشي الأب ويروح يعمل له شاي، وأي حاجة بعد كده خلصانة. تلاتة، هو مين اللي سايب التلفزيون شغال؟ ما أنا فلوسي حرام أطفح أنا الكوتة وأنتوا تسيبوا التلفزيون شغال. ثواني بس، إيه هي الكوتة أصلا اللي بيدفعها الأبهات دي؟ ما هي دي ولا كوسة ولا قوطة. أربعة، أنت محروم من المصروف. أي حاجة بتزعل بابا بيحرم البيت كله من المصروف، هي تلفيك كده. إيه ده؟ أنت بتذاكرش؟ طب أنت محروم من المصروف أنت والحيوان اللي نايم جوه. حضرتك أنا نايم، حرمتني من المصروف ليه؟